انا في سر يعني عجزت افهمه، ودي اعرفه منك. احنا نسمع الاغنيه المغربيه ونحبها حتى لو ما نتقنها او ما نفهم المعنى. صحيح. ولكن صحيح. اللهجه المغربيه رغم صعوبتها الا ان لهجتنا الخليجيه وايد سهله عليكم بالفهم. صحيح. وباللفظ، يعني ما شاء الله عليكم حتى لما تلفظون مخارج الحروف يمكن تكون قريبه حيل منا، واحيانا تكون مثل لهجتنا. صحيح. اللهجه المغربيه هي مو صعبه، صراحه هي مو صعبه كثير. هي يعني صعبه في نطقها، بس مفهومه جدا. هي سهله ككلمات، يعني كتفصيل كلمات، بس هي صعبه في النطق كنطق. لما الانسان يتعود عليها بالاغاني، لما صاروا مثلا فنانين او مستمعين يتعودوا على الاغاني المغربيه باغاني، صاروا يفهموا اللهجه المغربيه، وهذا شيء حلو. صح. بس احنا كمغاربه بنتكلم اكثر من لهجه مثلا. صح. فبنقدر نغني اكثر من لهجه. نعم. هذا هو جميل. الاغنيه الخليجيه بالتحديد في المغرب، أوكي. كيف هي؟ اين خلينا نقول الى اين وصلت في المغرب؟ هل هناك شريحه كبيره يسمع الاغاني الخليجيه؟ حبيبي شوف، الأغنية الخليجية بالمغرب شيء ضارب من زمان، يعني مو جديد، مو شيء جديد. يعني الأغنية الخليجية يعني خاصة مو زي الأغاني الأخرى، أو مو زي الستايلات الأخرى. يعني ما عندها وقت محدد بتكون ناجحة ووقت بتكون فاشلة. الأغنية الخليجية بالنسبة للمغاربة وبالنسبة لي أنا كفنان هي من دائما كانت ناجحة، يعني بفنانينها، بموسيقتها، بكلماتها، بشعرها، بستايلها، بتوزيعاتها. فأنا بالنسبة لي أن الأغنية الخليجية خاصة فهي ضاربة بالمغرب من زمان. نعم.